السادة الحضور السلام عليكم. وانا قاعد لوحدي قعدت افكر يا ترى الناس بتفكر في ايه دلوقتي. مفيش اي احداث ولا اي حاجة والدنيا هادية والناس مش لاقي حاجة تفكر فيها تقريبا. كل حاجة تمام. تعال نشوف الناس بتفكر في ايه وهيا بينا نلعب مع العصفور. هيا بينا. كلام الناس عن ايه؟ عن النجمة نيللي كريم، وده بعد ما طبعا انتشرت اخبار ليها بتقول انها انفصلت رسميا او اتطلقت هي وجوزها هشام عاشور. يا نهار اسود بجد، دي مصيبة كبيرة. لا 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 لا، ازاي؟ ثانية واحدة. عادي واحدة واتطلقت يعني، مشهورة شوية ماشي، الناس بتحبها ناس ما بتحبهاش ايا كان، عادي يعني حاجة عادية. لا بحب اقول اخبار طلاق، ولا بحب احشر نفسي فيها، ولا بحب نكون طرف فيها. صح، حضرتك بتاعت الهوب قصدي يعني بتاعت الحاجات الغريبة، بس كتر خيرك يا ست، كتر خيرك. ان حياة الفنان او الشخصية العامة، اوعى تفكر ان حياتك خاصة. انت بتاعنا، احنا اشتريناك خلاص. خلاص انت عبد عندنا، احنا اشتريناك. حياتك كمان عامة، الناس كلها تفضل تفتش وتفضل تحب. تسمع أخبارك اتجوزت اتطلقت حصل إيه ما حصلش إيه؟ لا يا معلم، حاجة خاصة مين؟ انت بتاعنا. نيللي كريم اتطلقت، مالناش دعوة بقى بالاسباب، حقيقي مش هستفاد حاجة يعني، انا مال اهلي، هي اتطلقت انا مال اهلي. ومش قصتنا ومش حدوتتنا. حدو حدوقي حدودتنا. ما علينا ماشي. يا ولاد محدش بيعمر، والله يا طنط. كل واحدة تحافظ على جوزها، والله بجد بتكلم بجد. لا احنا نقعد بقى ونسمع. ما تفهمش عين، ما تفهمش حسد، ما تفهمش خصوصا الشخصيات العامة والمشاهير ما بيعمروش. جايز عشان هو وسط. ما علينا، كملي. فلازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية. ايه اللي الادب دي؟ هو انت اللي خبيثه في حياتك الشخصيه؟ داري على جوزك. يا ست البيت اسمعي منها، داري على جوزك، حطيه تحت باطك كده، بصي حطيتيه تحت باطك كده اهو. واللي يسالك ايه اللي تحت باطك ده قولي له انت مالك، مفيش حاجه تحت باطي. داري على جوزك وداري على بيتك، مبانيش انتي سعيدة. وبرضه لما حد يسالك عامله ايه قولي له حزينه وطالع عيني والراجل مدوخني ومعذبني معاه، واشتكي له الهم واشتكي له المام واشتكي له كل حاجه. مبانيش انتي سعيدة، اتخبسي. ايوه تخبسي او باكسي كمان. اتخبسي يا مدام، والله العظيم، عشان العواقب مش سليمة. طيب احنا متشكرين قوي على النصايح الجميله دي يا غاليه، وشكرا ليكي. طيب ودلوقتي الساده الحضور بعد اذنكم انزل تحت كده اعمل الاشتراك ده لو عايز، واعمل لايك لو حابب الساده الحضور. باي باي يا حلوين.